محكمة الغربان. هل سمعت يوما ما عن هذا الشيء؟ وأن الغربان يقيمون محاكم أكثر عدلا ونزاهة من محاكم البشر. الغربان الطائر الأذكى على وجه الكوكب، هو من علم الإنسان الدفن حينما دفن قابيل أخيه هابيل بعد قتله، فهو ثالث أذكى المخلوقات على وجه الأرض بعد الإنسان والدولفين. لا ينسى وجوه البشر مهما طالت السنوات، ويستطيع التفرقة بينهم بسهولة، بل إنه يميز الشخص الشرير من الطيب بشكل غريب وغير مفهوم. وإن قمت بأذيته في يوم ما وعدت بعد سنوات، سيتذكرك ثم سيهاجمك انتقاما لما فعلته به. يراه أغلب الشعوب نذير شؤم بسبب سواد لونه الشديد، وقصة قابيل وهابيل كأنه جالب للموت. وبالرغم من هذه السمعة، إلا أن الغراب من أهم الطيور على وجه الأرض، فلولاه لفسدت الحقول ولم نجد ما نأكله. فهو يتغذى على الآفات الضارة التي قد تدمر المحاصيل الزراعية، ويعيش الذكر مع شريكة الأنثى كثنائي طوال حياتهما، ولا يفرقهما إلا الموت، ولا يتزوج أي أنثى أخرى في حياته. تستطيع الغربان تعلم كلام البشر وتقليده، حتى أنها تستطيع العد وأن تحفظ ما يصل إلى 200 كلمة. ولكن ما هي محاكم الغربان؟ إنها أغرب من الخيال حرفيا. تعقد الغربان محاكم منظمة جدا وعادلة تشبه محاكم البشر، بل وتتفوق عليها. ففي محاكم الغربان يقوم الغربان بمحاكمة أي غراب يخرج على نظام العدالة، ولديهم الجرائم تنقسم إلى 3. فالجريمة الأولى هي جريمة سرقة طعام الغربان الصغار، والحكم فيها بأن يقوم الغربان بنتف ريش الغراب المعتدي حتى يصبح عاجزا عن الطيران كالغربان الصغيرة. أما الجريمة الثانية وهي جريمة اغتصاب العش أو هدمه، وفي تلك القضية تكتفي محكمة الغربان بإلزام المعتدي ببناء عش جديد. وأما الجريمة الثالثة وهي الاعتداء على أنثى غراب آخر، وتعد هذه الجريمة من أشد الجرائم مثل جريمة الاغتصاب عند البشر، ولكن عقوبتها تتجاوز عقوبات البشر بكثير، وتحكم فيها المحكمة بأشد العقوبة، وهي بأن يتم قتل الغراب المعتدي ضربا بالمناقير الحادة حتى الموت، فيجتمع الغربان حوله ويتم نقره من سرب الغربان حتى يتقطع لحمه وينزف حتى الموت. وتنعقد المحكمة عادة في حقل من الحقول الزراعية أو في أرض واسعة، حيث تتجمع فيها هيئة المحاكمة في الوقت المحدد، ويجلب الغراب المتهم تحت حراسة مشددة، وتبدأ محاكمته، فينكس رأسه ويخفض جناحيه ويقوم بالنعيق اعترافا بذنبه. فإذا صدر الحكم بالإعدام، قفزت جماعة من الغربان على المذنب توسعه تمزيقا بمناقيرها الحادة حتى الموت، وحينئذ يحمله أحد الغربان بمنقاره ليحفر له قبرا يتناسب مع حجم جسده، ويضع فيه جسد الغراب القتيل، ثم يهيل عليه التراب احتراما لحربة الموت، تماما كما علم الغراب قابيل الدفن. فإن مات غراب من السرب بطريقة أخرى تقام له جنازة وحداد، وبعد ذلك يتجمع الغربان ليعرفوا سبب موته، وإن اكتشفوا أنه قد قتل فتطارد الغربان القاتل حتى تقضي عليه. وهكذا تقيم الغربان عدل الله في الأرض بشكل لم يفعله كثير من بني البشر.